عمرك قابلت حد ومن أول ثانية حسيت إنك مرتاح له؟ مش بسبب كلامه، يمكن بسبب الكوباية اللي في إيديك. في تجربة غريبة جدا من جامعة يالي قسموا الناس لمجموعتين قبل ما يقابلوا شخص غريب عليهم. خلوا مجموعة تمسك فنجان قهوة سخن والمجموعة التانية تمسك كوباية باردة. النتيجة إن اللي شربوا السخن وصفوا الشخص ده على إنه ودود ودافي، أما اللي شربوا البارد قالوا عليه بارد وجاف. نفس الشخص نفس الحوار، لكن درجة حرارة الكوباية غيرت إحساسهم وحكمهم بالكامل. العلماء بيسموا ده embodied cognition، وده واحد من أعمق مفاهيم علم النفس الحديثة. المعنى إن جسمك ما هوش منفصل عن عقلك. كل إحساس جسدي، حرارة، وزن، ملمس، مساحة، صوت، بيتحول جوه دماغك لإشارة نفسية بتغير طريقة تفكيرك وحكمك على الأشخاص أو على الأشياء. وده مش مجرد نظريه. في تجربه تانية اتعملت في جامعه كولورادو، الناس اللي شالوا كتيب تقيل شويه خيروا موضوعه انه مهم وجدي، لكن اللي شالوا كتيب خفيف قالوا انه مش مهم قوي. نفس المحتوى، بس وزن الورق غير وزن الفكره.